وحش مالكش فيه. بص، مونتاج على وضعه. بس اللي اهم من المونتاج واهم من الضحك والهزار اللي هنعمله في باقي الحلقه، هل انت لسه انسان؟ هل الانسان لسه فاكر اخوه الانسان المستضعف؟ جيراننا اللي مش بعيد عننا، اللي هم اخواتنا مش جيراننا بس. اوعى تكون نسيت، واوعى تكون فكرت ان الدنيا هديت. لسه فيه افتراء وفي ظلم وفي في افلام رعب بتحصل فيهم هناك. فاوعى تكون بطلت تدعي لاخواتك، بطلت تتكلم اللي مش عارف وتعرفه ايه اللي بيحصل هناك، بطلت تقاطع، تبقى نصيبه. يا لهوي، ده انا هزعل واجيب ناس تزعل. اوعى تبطل تقاطع الناس فاوعى تكون بطلت تدعم اخواتك بالكلمه، بالدعاء، بالمقاطعه، باي حاجه ممكن تقدر تعملها لاجل اخواتك. اوعى تبطلها. ودلوقتي بقى نقدر نبدا الفيديو، لكن بعد ما تكون دعيت لاخواتك بالنصر، تكون دعيت لابويا بالرحمه. وعزيزي الصديق، اهلا بيك في فيديو جديد. اللايك، الكومنت، اول فيديو. اخواتي انا مش مطرب ولا ليا علاقه بالغنى، بس وقعت قدامي صفقه مطربين وقررت ابيع الواحد. انت هتتاجر في البشر كمان ولا ايه؟ انت هتبيع الواحد بكام يا شاذلي؟ بس وقعت قدامي صفقه مغنيين وقلت اسمع لكم صوتهم. اسمع واحكم بما يرضي الله في الكومنت مع الكروان الجديد. سمعهم. ماشي. المهم راح تشرب انت في العسين النمي، انا اللي هعملك هسمي ما تطحش عايز. ما شفتش ولا حرفين الاتنين بس نفسك مفرحش قلبي بتلف الشيلة مروحش جنبي انا قلبي شعر. ده بدأ ده هو كده بيغني. والله انا كنت فاكره يعني بيكح او بيلحن اللي هو كده، يعني اللي هو ماستر. اسمع بكاشدي احبيبك انا فاللي بكلمبي احبيبك انا النفسكاتني ما حبكاشني. تمام. اظن من جودة المطرب اللي جايبه الشاذلي عرفنا كلنا جودة المنتجات اللي الشاذلي بيبيعها لنا. يا جماعة أنا عايزة منكم بس خدمة في كومنت تقولوا لي أعمل إيه. أنا دلوقتي كنت مرتبطة بشخص بس سبته عشان هني وجرح كرامتي، مش مرة واتنين وتلاتة واربعة. عداك العيب والله، يعني مرة واتنين وتلاتة، لا خلاص عداك العيب. مادام سبتيه يبقى انت كده صح. ينفع أرجع له؟ عايزة ايه؟ ينفع أرجع له؟ ترجعي له؟ لا مش ما ينفعش ترجعي. ما ينفعش تقولي كده اصلا. يعني انا كان على وداني اهون تقولي ينفع ارجع له. بالله عليكم أنا عايزة رد في كومنت كده، حد يقول لي أعمل إيه. اللي هيرد عليا انا هعرفه التفاصيل من الاول للاخر. تفاصيل ايه اللي تبعتيها؟ وحد مين اللي في الكومنتات كده من اللا شيء يجي يقول لك اوكي ابعتي لي التفاصيل فتبعتي؟ هو انت هتعرضي كوميدينو على اوليكس؟ ياما دي حياتك، دي مشروع دنيا واخره وبتاع. انتوا مين؟ والله انتوا مين؟ وانت ازاي وليه وامتى وفين وعايزه ايه؟ انا عايزه دلوقتي اعرف. انا بحبه، انا لسه بحبه برضو، خايفه ارجع له عشان الكرامه مش بالسهل. بس اسكتي. يعني ايه كرامه؟ بالله عليك يعني ايه كرامه؟ يعني ايه بيهني وبيشتمني ومش مره ده اتنين وتلاته واربعه وفي الاخر اصل انا بحبه وعايز ارجع له؟ بس يعني الكرامه كرامه مين؟ كرامه مين؟ ده انت جماعات الفيمينست لو عطروا فيك هينفخون. والاهانه مش بالسهل. يعني انا بجد انا نفسي ارجع له واعيش معاه بس انا مش قادره. انا عايزه اشوف بس رايكم، راي اخواتي وكده. ارجع. طب ده اكلمها ازاي دلوقتي؟ ايه قلبت الموضوع بجد؟ احنا جايين نهزر يا اختي. مين اللي بعت الفيديو ده؟ بص يا امي ولا يا اختي، الحاجات دي بيبقى فيها اولا خصوصيه شويه، ما بنطلعش على التلفزيون ولا التليفون واي حاجه قدام يا جماعه ممكن لا عيب غلط، ما ينفعش اللي انت عملتيه. دي الاولى. بالنسبه للراجل ده، اشتغلي ورسقي نفسك. ايوه. واعملي لك شقه حلوه. ايوه. وهاتي عربيه تعلمي، وهاتي عربيه وسوقي. ايوه. واشتغلي شغله كويسه. حاضر. وكملي تعليمك. ايوه. وما تفكريش في 200 الرجاله. بالنسبة للناس اللي بتقول لي انت بتف، انا بتف على شخص معين، شخص خلاني مرضت بسببه، شخص ضيع صحتي بسببه، شخص زباله وابن كلب، زباله وابن كلب. ما تزعليش، انا مش عايزك تتعصبي يا خاله. البنوته اللي كانت قبلها اللي بتسال ترجع له ولا لا، ده اللي هتوصلي له.
اي حد بيمشي ورا حد زباله في الاخر بيطلع يتف علينا احنا، فاحنا ياما من الاول هدي الدنيا وشوف لك حد غيره. اتفرجوا على البودي بيلدينج، العضله الاماميه متنيه والعضله الخلفيه مهريه، عضله السمانه دايما شقيانه، الكتف والشولتر والبشت والشست عندي هي البشت. لا ده طبق جيلي هربان من التلاجة ملناش دعوه بيه. عفواً أخي عبود، هذه ليست حلويات أبداً، بل هذه الكتلة الظاهرة أمامك هي الروبري بالمتكتل داخل جثمان متعفن بفعل التلوث العقلي. لذلك أبوس إيدك أنا وجميع المشاهدين أن ترحمنا وتقفل الفيديو ده. والشولتر والبشت والشست عندي هي البشت. الشيست والبست بعد 3 شهور في الجيم تطلع زيك زي الطشت. الكتب ايه في حياتك؟ الكتب دي حاجات اساسيه بتبعدني عن العالم كله، يعني حاجه كده ملفته. بتلاقي فيها نفسك؟ بلاقي دايما في الكتب بلاقي فيها نفسي. تحس كده لما بتكلم اكنك انت بتتكلم اصلا عن نفسك. الكتب دي شيء اساسي، الكتب دي يعني راحه من ما بعد القران على طول. ايه اكتر كتب بتحب تقراها ومين برضو اللي اثر فيك وايه يعني نفس السؤال اللي وجهته لحبيبي. هو انا بالنسبه لان انا بقى اقرا كتب تمام، انا قرات عده كتب كتير قوي بس زي نجيب ساويرس. ده بقى بيمثل اخوك، ده بيمثلني لما كانت اهم استراتيجيه بستخدمها مع المدرسين بتفشل. كنت دايما المدرس لما يجي يسال سؤال واللي عارف يرفع ايده، فانا كنت اعمل ايه بقى؟ هو كده كده المدرس بيسال عشان يشوف مين اللي مش عارف فيقومه، فانا اجي رافع ايدي اللي هو انا هجاوب وانا مش عارف الاجابه، فهو اوريدي هيقوم اللي مش رافع ايده، فبص الاقي له اهو قوم عبود قول يا حبيبي. يا مالها بردت كده ليه؟ طب تعالى بقى دلوقتي يا مستر وابتدي بقى افرش الترابيزه وارص عليها السلطه، فاهم؟ وزي ما تيجي فانت زنقت نفسك ليه؟ وبحب الكتب وعاشق ولهان وبتاع، وفي الاخر عايز تقول نجيب محفوظ تقول نجيب ساويرس. تمام، انا قرات عده كتب كتير قوي بس زي نجيب ساويرس. ده نجيب ساويرس شريكي، ده نجيب ساويرس شريكي. هو من حسن حظك ان نجيب ساويرس كتب كتاب قبل كده كان معرفش اسمه مصر بتلف او مصر على الدائري، كان اسمه ايه؟ مصر من غير لف ودوران. الكتاب اهو اكيد انا جبته دلوقتي وحطيته لك هنا، مصر من غير لف ودوران، دي اللي نفعتك. بعدها بقى اسمه بس بحب بقى بالافضل بحب ان انا اسمع قصايد. واسمه ايه ده انا بحب اسمع قصايد، انا بعشق عمرو حسن وهشام الجخ. مش عيب انك تكون ما بتقراش، العيب انك تقول انك بقرا وتطلع في الاخر مش بقرا مش بتقرا. اللي بعده اطلع لايف ازاي؟ النهارده الجمعه وانا في الشغل صلى على النبي. انا ما بحبش الفلوس، انا بحب اجيبها كده. معلش سامحني دقه قديمه وانا لازم احافظ على كرامتي. مفيش بعد العمر ده كله واقول كبسوا كبسوا. افهموا العيش بكرامه احسن ما تعيشوا معاك فلوس. يا جدعان والله ما كلها وحشه، صدقوني والله في ناس بتفحط في الصخر وزي ما هو قال بتاكل من عرق جبينها وعايشه متراضيه وبالحلال عادي. يعني ايه المشكله انك تكون بتفتح فيديوهات على هو فاتح لايف عادي؟ انا متوقع انك لو دخلت اللايف دلوقتي وهندخله دلوقتي بالصدفه انا واثق انك هتلاقيه قاعد عادي. اي حد ممكن يعمل لايف، انا ممكن بعد الفيديو ده افتح لايف على تيك توك. العيب مش في انك تفتح لايف على تيك توك، العيب ايه اللي هتعمله في اللايف، فاهم؟ ويلا يا عم افتح اللايف. ريد بول يلا يا رجاله، تكبيس هنوصل 1000 بالتكبيس. مفيش بعد العمر ده كله واقول كبسوا كبسوا يا جدعان، يلا كبسوا. مفيش مبدأ مفيش تقدير. التقدير خسرنا كتير، فانسى كل اللي انت شفته واعمل لايك وخليك كبير.